ده بالنسبه لي افضل مكان للاقامه هنا في مرسى مطروح بالاطلاله اللي قدامكم ديت. النهارده احنا موجودين في فندق سانت ماري، واحد من الفنادق اللي موجوده صف اول على الكورنيش هنا، واللي فيه جوه 3 غرف زي ما وريناهم ليكم. ال3 غرف طبعا مكيفين وريسبشن كبير، والاهم طبعا هو البراندا اللي احنا موجودين فيها ديت، واللي بتشوف منها الاطلاله الجميله اللي قدامك ديت. الفندق طبعا قريب من كل حاجه هتحتاجها هنا، سواء كان سوبر ماركت او المطاعم المشهوره يعني والكافيهات. تقدر ان انت تنزل تقعد على البحر، تخلص وتطلع على الفندق بمنتهى السهوله. سعر الليله في الفندق هنا بنتكلم في 3000 جنيه. طبعا انا عارف ان القيمه بتاعتهم بتعتبر عاليه، لكن مع قيمه العمله حاليا تعتبر للاسف معقوله. فين احنا بنتكلم عن افضل اطلاله ودوت، لان الشقه هنا او مكان العماره او الفندق اللي احنا موجودين فيه قريبه جدا للبحر. بيننا وما بين البحر هم ال 20 متر بس بتوع الطريق. بعدها طبعا بيكون قدامك البحر، تقدر انك تنزل وتستمتع بكل حاجه وتطلع في دقائق من غير ما تحتاج انك تروح اي مكان بعيد. الفندق زي ما انتم شايفين فيه البراندا الرائعه ديت، اللي المسافه ما بينها وما بين البحر بس 20 متر، لان طبعا ما فيش اي اراضي او اي مسافات قدامنا. بتقعد هنا زي ما انتم شايفين كده، بتستمتع بالفيو اللي قدامك دوت. وفي اغلب الاوقات ما بتحتاجش انك تنزل تحت تعمل اي حاجه. انت طبعا لو محتاج انك تفطر او تتغدى او تتعشى او حتى تشوي طبعا الاكل بتاعك، بتقعد هنا في المكان وبتستمتع بالفيو اللي قدامك دوت. لو طبعا معاك لابتوب عايز تشتغل، عايز تقعد بالموبايل بتاعك شويه، مفيش احلى من الفيو اللي جنبك دوت. القعده في المكان دوت بالمصيف كله واللي فيه، لانك مش محتاج كل شويه تنزل تحت وتاجر شمسيه، الا بس لو انت هتنزل تعوم. اما بخصوص السعر فهو مش قليل. احنا بنتكلم عن ايجار الشقه ديت ب 3000 جنيه، لكن طبعا احنا بنتكلم عن شقه مكيفه بالكامل. المستوى بتاعها نضيف جدا بالنسبه لمرسى مطروح هنا. كمان القرب من الخدمات ووجودها طبعا قدام الكورنيش، بتقدر انك تنزل البحر وتطلع من غير ما تحتاج انك تروح مسافات ابعد او انك تمشي شوارع طويله. الفندق كمان موجود في منطقه العوام، وبالتالي طبعا بنتكلم عن كل الخدمات اللي انت هتحتاجها هتلاقيها. كل المطاعم المشهوره، سوبر ماركت، اي خدمات هتحتاجها، خطوات صغيره هتنزل على رجلك هتقدر ان انت توصل لها. كمان طبعا في جراج تحت هنا، لو انت معاك عربيه تقدر ان انت تركنها فيه. وانت واقف هنا بتقدر تستمتع بكل حاجه على البحر، هتحس انك في قلب البحر حرفيا. يمكن اوقات كتير جدا مش هتحتاج انك تنزل تحت، لان انت طبعا هنا قاعد في خصوصيه مهمه جدا. لو معاك اي حد قاعد عاوز تاكل، تفطر، تتغدى، تشوي، تتعشى، اللي انت محتاجه كله هتقدر انك تعمله وانت قاعد هنا في البراندا. قدامك كل مرسى مطروح وكل الشاطئ قدامك بتستمتع بيه. ما تنسوش اي اخبار محتاجين تتابعوها هتلاقوها على موقع اخبار مصر 24، واي كتب محتاجين تحملوها هتلاقوها على موقع bookpedia.com. اما اي كورسات محتاجين تتعلموها بشكل مجاني فهتلاقوها على منصه معارف.